شاء الله تكون بخير. خير الحمد لله. راح إن شاء الله ما نطولش في يختصروا علي بالله، الله يسعدكم، تفضل. يلا تمام. أنا إنسانة نحب العلم، أعشق العلم، واجتهدت كثيرا في طلب العلم، ولله الحمد وصلت حتى أني أكملت دراساتي وأخذت درجة الدكتوراه الحمد لله، حتى وصلت أني قلت خلاص بعد هذا المشوار الطويل لازم أفكر في يعني عمل إن شاء الله. فكرت في مشروع علمي وبدأت في دراسته، حتى اكتشفت أنه يكلف مبلغ ضخم جدا، فقلت خلاص يعني أنا ما نقدرش نوصل هذاك المبلغ الضخم، والقروض البنكية حرام، مستحيل أني أخذ ربا. فقلت الله يعوضني، الآن خلاص المشروع ما في مشروع. فتحت عندنا في تلك الفترة فترة مسابقات للالتحاق بأستاذ جامعي، قلت خلاص الله يعوضني إن شاء الله. رحت حطيت في 5 جامعات وملفي الحمد لله ما شاء الله يعني ممتاز. قدمت على الأولى مقابلة ممتازة، الثانية كذلك، الثالثة استبشرت خير جدا في 3 الأولين. الرابعة كان حوار يعني في المقابلة حاد بيني وبين لجنة المقابلة وفي مواضيع علمية، قلت خلاص مش راح يختاروني. الخامسة ونحن داخلين للمقابلة مترشحين، نحن في رواحنا يقولوا يعني انساو هذا المنصب هو لآخر. يلا وتوكلت على الله وبقيت نستنى في النتائج، وكنت يعني حاطة أمل كبير في 3 الأولين. وبدأ إعلان النتائج. الأولى ما في، راسبة، وحطيت طعن ونسوا لي نقطة وإلى آخره. المهم الثانية راسبة، الثالثة راسبة. هنا تحطمت جدا، يعني قلت لا مشروع ولا المناصب اللي حابتهم في 3 ما في. كانت مقابلات ممتازة، يعني دخلت في اكتئاب حاد وأبكي وأدعي وأكثرت من الاستغفار بأعداد هائلة، وندعي ربي يا ربي إن شاء الله خلاص مشروع ما في، مسابقات مش ناجحة هالسنة، ندعي في ربي للعام المقبل، يعني للمسابقات تبع العام المقبل. حتى يجيني اتصال، السلام عليكم. سلام، سمعت انك كنتي حابة المشروع كذا. اي نعم. يلا انا عندي عرض عندك، المشروع بنصف المبلغ. كانت فرحة ما توقعتهاش، فرحانة جدا، وبدأت بالأوراق والحمد لله وبدعي، وأكثرت كذلك من الاستغفار والصلاة على النبي. بحضر الأوراق، وأنا بحضر الأوراق في يوم صباحا 11 صباحا بالضبط، اتصال، السلام عليكم، الجامعة الرابعة أنت ناجحة، وكان منصب وحيد، أنت ناجحة. أبكي من الفرح، ما توقعتش يعني، والله العلي العظيم، يعني في أسبوع اتصال المشروع الجامعة الرابعة، وبعد 3 أيام إيميل من الجامعة الخامسة. كانت بالنسبة لي يقولوا لي استني الرابعة والخامسة، كنت نقول لهم مستحيل، معجزة إذا نجحت في هذه الجامعتين العام المقبل إن شاء الله. فأدركت فعلا أنه إذا إن شاء الله تفتح لك باب الرزق من الله، راح يجوك أنت ما تتخيلش الأرزاق اللي راح تجيك من عند الله. والحمد لله الحمد لله، يعني كانت فترة استنتجت منها عدة دروس ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله، الله يبارك لك في معطاك ويستر أمرك.